بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدي قناة ملوك النيل في كل مكان، أهلا ومرحبا بكم. كل سنة وأنتم طيبين. رمضان كريم عليكم، إن شاء الله يعود عليكم بالأمن والسلام والخير، وإن شاء الله العام القادم السودان يكون في أتم السلام والأمن والطمأنينة، وإن شاء الله رمضان يعود علينا في المشوار في الموسم الثالث في السنة الجاية، وإحنا متلمين في زقاقاتنا في شوارعنا في مدننا إن شاء الله. المشوار الموسم الثاني. أنا سعيد جدا إنه أكون معاكم، وأكثر سعادة إنه تكون معايا الأستاذة القديرة الأستاذة هويدا حسين أحمد يوسف. هي تعتبر من جيل الرائدات، هي الممثلة القديرة، معروفة لدى كثير منكم. هي من مواليد مدينة أم درمان، مدينة الجمال والفن والعراقة. أنا سعيد جدا إنه أقدمها لكم. هي حتكون معنا طوال هذا الموسم من حلقات المشوار، حتعرفكم على مسيرتها وحنتعرف عليها أكثر، وحنتعرف على كثير من الأعمال اللي هي اشتغلت فيها، وكمان حنعمل مقارنات ما بين تلك الأعمال وتلك الأجيال والأعمال الحديثة. هي من مواليد مدينة أم درمان كما ذكرت، مدينة أبروف. درست الابتدائي في مدرسة الحارة الثامنة، ودرس المتوسطة في مدرسة كرري حسين الإمام، والثانوية في مدرسة المهدية الحارة الثانية، وممارسة لهذه المهنة منذ العام 1989. يمكن دي مسيرة طويلة امتدت لأكثر من 35 عام. هي بدأت هذه المهنة كما كثير من نجومنا في برامج الأطفال وبرنامج جنة الأطفال. عملت مع العديد من رواد هذا المجال، على باب الذكر وليس الحصر الأستاذ الهادي صديق، والأستاذة سمية عبد اللطيف، والأستاذ عبد الرحمن الشبلي، والأستاذ محمد نعيم سعد، والأستاذ جمال حسن سعيد، والأستاذ حاكم سلمان، والأستاذ فاروق سليمان، والأستاذ الفاتح البدوي، والأستاذ يحيى شريف، ومحمد الطريفي، وصلاح السيد. العديد من نجوم بلادي في مجال التمثيل وأيضا الإخراج، وعملت في عديد من الأعمال الدرامية والتلفزيونية والسينمائية الخالدة في ذاكرة وجدان الشعب السوداني. سكة الخطر، مسلسل دكين، ونهر السراب، وعلى الأفلام صدى العمر، وأيضا هذا البريق، ظامئ على شاطئ النهر، ومسلسل موزاييك في السنوات الأخيرة. أنا سعيد جدا إنه أتعرف عليها أكثر، وأنتم كمان تتعرفوا عليها أكثر من خلال حلقات موسم المشوار الموسم الثاني. أهلا ومرحبا بك الأستاذة هويدا. أهلا بك ابني طيارة، وأهلا بالمشاهد الكريم. السلام عليكم ورحمة الله. ومن خلال برنامج المشوار أنا كمان سعيدة جدا إني أكون معاك ومواصلين إن شاء الله مشوارنا مع بعض. حنتعرف برضو على ابننا طيارة من خلال برنامج المشوار. محمد سعد الدين طيارة، أو الشهير بطيارة، من مواليد 1989. المراحل الابتدائية مدرسة الثورة الحارة 13، الثانوية أم درمان الفنية مدرسة الابتكار، كلية الإمام الهادي، كلية الإعلام قصر الشباب والأطفال قسم الدراما، ممثل ومخرج وفنان أطفال، وإعلامي منذ العام 2000 بشكل احترافي وممارس للفنون. حنتعرف على المزيد عن طيارة من خلال حلقات برنامج المشوار الموسم الثاني. مرحبا بك أستاذة هويدا، وأنا سعيد جدا إنه في خلال هذا الموسم حنتكلم عن مواضيع مهمة جدا. يمكن الكثير من البرامج والكثير من النجوم اتطرقوا عبر صفحاتهم الشخصية عبر العديد من البرامج عن الدراما وتاريخ الدراما، وعن أهمية الدراما ودورها في المجتمعات، والتأثير المهم اللي بتتركه الدراما في هذا الصدد. أنا سعيد جدا إنه نحاول في هذا الموسم من برنامج المشوار نقرب وجهات النظر ونقارن ما بين الأعمال قديما والتأثير والمؤثرات الحديثة على الدراما وعلى السينما. ولكن خلونا نطلع فاصل أول ونجي راجعين. ايش يا وليه ما يا ولاد امي يا وليه مالك ما ينعصبت لي شمطه يا وليه بطل السباق يا اخواني انا يا بنتي ما كنتشت. كلنا عندنا طموحات، لكن وين مع الصفوف والحال الواقف ده؟ أنا مبهور إنك قادرة تواجهي كل اللي حوالينا ده، مشاكل وثورات وحياة أصلا ما كنا متوقعين إنه نعيشها.
مبسوط من الحالة اللي أنت فيها دي؟ رجعنا لكم مشاهدينا الأكارم بعد الفاصل، وسعيدين جدا انه في الحلقة الأولى تكون هي حلقة تعريفية حنتكلم فيها، حلقة تعريفية وتشويقية، حنتكلم عن عديد من العناوين والبرامج اللي حنستعرضها خلال حلقات المشوار الموسم الثاني، وحنتطرق لعدد من المواضيع حتكون مهمة جدا، وأكيد حننتظر تفاعلكم وتعليقاتكم عبر صفحات قناة النيل أو ملوك النيل، وأكيد حتكون هذه التعليقات هي محط اهتمام بالنسبة لنا إحنا، وهي ذات نفسها حتتعرض عليكم من خلال مزيد من الحلقات، على أساس إنه إحنا نصل لأكبر عدد من الآراء حول الدراما قديما وحديثا، وحنستعرض أكبر عدد من الأعمال قديما تركت أثر كبير في الدراما السودانية، وأيضا الأعمال الحديثة. حنقارن ما بين جيل الرواد وجيل الشباب عن العمليات الفنية والتقنية قديما وحديثا، ولكن خلونا نشوف هذه العناوين بشكل منتظم مع الأستاذة هويدا. يديك العافية يا ابن طيارة. حنتكلم عن أعمال درامية خالدة في وجدان الشعب السوداني، وأيضا ممثلين رسخوا في ذاكرة الشعب السوداني. حنحاول إنه نقارن ونقرب ما بين جيل الرواد، جيل الأستاذة هويدا والأسماء الكبيرة اللي إحنا ذكرناها، والجيل الحالي. يعني حنحاول إنه نشوف أثر ويعني الصدى اللي بيتركه الممثل بعد كل عمل. يمكن أستاذة هويدا إحنا قديما يعني زي سكة الخطر وزي دكين، الشارع السوداني كله كان في إفيهات أو كان في جمل من المسلسلات، الأطفال والناس الكبار يكونوا شايلين. يمكن أنا صغير لحد هسه بتذكر سكة الخطر، ضبة ما كتل، كرناف الكتل، عرقل البليد، الشاهد الوحيد. يمكن في كثير صحيح. من الكيوهات أو من الشخصيات حتى على مستوى إذا قلنا المكياج أو الإكسسوار، بنلقى إنه في جيل كان بيستمد لبساته أو حلاقاته أو حتى الثياب بالنسبة لكم كنساء بتجي على أفلام أو مسلسلات أو فنانين في تلك الحقبة. فعلا دورة كان كبير جدا. أيوة. فإحنا دايرين نشوف ونقارن ما بين إنه هل هذا الجيل أو الممثلين الآن الشباب، وهم طبعا الآن إحنا عندنا منصات جديدة للعرض. يمكن إحنا هسه حنبث برضو هذا البرنامج عبر اليوتيوب، وهي دي طبعا طرق بس حديثة ما كانت متوفرة يمكن في جيلكم يا أستاذة هويدا. كان المنصة الرئيسية والوحيدة هي كانت التلفزيون حقيقة. فهل الآن إتاحة منصات جديدة للعرض مثل اليوتيوب وعموم السوشيال ميديا، هل هي ساهمت في انتشار الدراما ولا خصمت؟ وهل هو يعني إذا جينا نقارن ما بين جيل الرواد كأسماء علقت في ذاكرة الشعب السوداني والآن الموجودين بكثافة من إعلاميين أو دراميين، هل هم بنفس هذا التأثير أو قادرين إنه يخلقوا نفس هذا التأثير؟ حنشوف كل الكلام ده وأكثر في إحدى حلقات برنامج المشوار. وبرضه حنتكلم عن تأثير الدراما في المجتمعات، وقديما هناك أعمال شكلت فارق وصدى كبير في أذهان المجتمع. أكيد، وحنواصل في ده أكثر يا أستاذة إنه حنشوف التأثير السلبي والإيجابي. يمكن الآن السوشيال ميديا تضج بالعديد من الانتقادات، حتى هي يعني نقول إنه هي انتقاد الجمهور، وطبعا الممثل والفنان هو بالنسبة له أصلا بيشتغل للجمهور حقيقي. حتى يهمه رأي الجمهور أكثر من الرأي النقدي المحترف. احنا ولا نقول برنامجنا هو برنامج نقدي بقدر ما هو برنامج لطرح أسئلة قابلة للإجابة، واحنا نخلي الجمهور هو اللي دائما الجمهور هو الفرس ايوه الفرس الرابح، والفرس اللي احنا بنراهن عليه وعلى اعمالنا الفنيه والدراسيه الدراميه هم المقصودين انه احنا نوصل لهم هذه الرسائل. فاحنا حنشوف مدى التاثير الايجابي او السلبي من هذه الاعمال خلال الاستفتاء اللي احنا حنعمله او رجع الصدى بالنسبه لتعليقاتكم اللي حنشوفها في قنوات ملوك النيل. فانتوا خليكم معانا وتابعوا الموسم الثاني من برنامج المشوار. برضو الإنتاج الدرامي قديما ودور الدولة ووزارة الثقافة والإعلام في إنتاج الأعمال الدرامية. ودي حاجة مهمة جدا أستاذة، وإذا يمكن إحنا هسه حاليا بننتج الإنتاج يسمى بالإنتاج الفقير أو الإنتاج المحدود، وأصبح الآن حتى هنالك مهرجانات في الإنتاج عن طريق الموبايل
أو عن طريق الكاميرات الحديثة اللي هي بقت تقريبا متوفرة لدى معظم الشباب. فبنشوف إنتاج غزير جدا بإمكانيات بسيطة جدا، ولكن يلاقي انتشار واسع جدا. وطبعا ده عكس قديما اللي هو الإنتاج كان دائما يكون إنتاج رسمي ينتجه التلفزيون أو متمثل في وزارة الإعلام والثقافة أو هيئات الثقافة الرسمية بالنسبة للدولة هي التي تنتج الأعمال الإعلامية الضخمة أو الأعمال الدرامية. فهل ده ساهم أو حد من إنه قديما تكون الأعمال محصورة في أعمال معينة وإن كانت مميزة، وإنه الآن هنالك وفرة في الأعمال، ولكن هل هنالك تأثير في هذه الأعمال التي تبث على السوشيال ميديا؟ ومن ذلك هنالك أعمال تبث على السوشيال ميديا وأيضا تبث في قنوات فضائية. حنشوف كل ده وأكثر، وحنناقش أساليب الإنتاج حديثا وقديما، وإنتاج الدراما بما يعرف الآن بدراما وبرامج السوشيال ميديا. حنشوف مسألة الرعايات. الآن هنالك باب كبير أو هنالك حديث كثير بالنسبة للمتخصصين وأهل الدراما المحترفين. خلينا نقول إنه هم يتكلموا عن رؤوس الأعمال واستجلاب شركات ضخمة، لأنه موضوع الدراما أصبح يا أستاذة هويدا اللي بتتفقي معي إنه هو صناعة حقيقي. والصناعة تحتاج إلى مقومات، أكيد. وهذه المقومات هي رؤوس الأموال بلا شك. بلا شك. فهو استجلاب رؤوس أعمال إنه أو منتجين يعني قادرين على إنتاج دراما ضخمة. وإحنا من المنظور ده برضه حنتكلم عن إنه في أعمال قديما ناقشت يعني أعمال تاريخية. خلينا نقول إنه زمان كان في أعمال تاريخية أنتجت يعني زي اللواء الأبيض، يعني دي أعمال خالدة في ذاكرة الشعب السوداني. يمكن في أفلام سينمائية حتى جو منتجين وسينمائيين عالميين اشتغلوها مع نجوم دراما في السودان، شكلت فارق كبير جدا في تاريخ السينما والدراما في السودان. يعني مثل هذه الأعمال التاريخية اللي تحتاج إنتاجات ضخمة وتاريخ السودان العظيم بحضاراته المختلفة وبسحناته الثقافية المختلفة، كل ده إحنا دايرين نتناقشه أو نطرحه من خلال إنه كيف إحنا نقدر من خلال الدراما أو من خلال البرامج نغطي هذه الأساليب للإنتاج، وكيف إنه نقنع رؤوس أموال إن هي تشتغل معنا في مجال الدراما والسينما. وهل إذا توفرت رؤوس الأموال هي الأحقية الآن لجيل الشباب الظاهر على السوشيال ميديا أم لجيل الرواد المحترفين ودارسين لمهنة التمثيل؟ فخلينا نطلع فاصل ثاني أستاذة هويدا ونجي نستعرض كمان مزيد من الأطروحات والبرامج وموضوعات الحلقات اللي احنا حنناقشها من خلال برنامج المشوار الموسم الثاني. خليكم معنا. رجعنا لكم مشاهدينا بعد الفاصل، واكيد لسه عندنا لكم الكثير من العناوين والبرامج اللي حتكون من خلال حلقات المشوار الموسم الثاني. استاذه هويدا كمان برضو ما تنسى يا طيارة إنه حنستضيف شباب خدموا في الدراما السودانية وعملوا أعمال راسخة في ذهن الشعب السوداني. حيكون إن شاء الله في ضيافتنا ونشوف الأثر ما بين الجيل السابق والجيل الحالي بإذن الله، ونشوف مدى التأثير اللي تركوه بالنسبة لأعمالهم وشنو رسخ في ذاكرة الشعب السوداني. أكيد حنتكلم عن كل هذا وأكثر في حلقات المشوار. وكمان في نقطة مهمة جدا، وحيكون ضيفنا نجوم سودانيين وشباب شاركوا في أعمال عربية وعالمية، ومخرجين أيضا حنتكلم عن تجاربهم قدروا إنه يخترقوا ساحة السينما العالمية. حنتكلم عن تجاربهم، حنتكلم عن مستقبل السينما والدراما في السودان، وهل الدراما السودانية والسينما والمسرح قادرين على اختراق سوق العمل العالمي أو سوق العربي كتسويق وإنتاج. حنتكلم عن هذا وأكثر في حلقات المشوار الموسم الثاني. فقط شاهدونا على قناة ملوك النيل، وما تنسوا المتابعة واللايك والشير
عشان ما يصل البرنامج لأكبر عدد من أصحاب الاختصاص، وبرضه متابعي ومشاهدي الدراما والسينما السودانية، عشان ما ناخذ آراءكم ونستفيد منها أكثر ويستفيد منها حتى المحترفين والحابين أو الوافدين لهذا المجال من الشباب. والآن المجال أصبح جاذب لأكبر عدد من الشباب اللي عندهم المواهب في التمثيل والإخراج، وأصبح الإنتاج سهل، كل حد من بيته ممكن يعمل ستاند اب كوميدي أو مقاطع كوميدية أو غيره، وتلقى انتشار واسع جدا. إحنا بكده يكون أستاذة هويدا ختمنا حلقتنا الأولى اللي حاولنا نوضح فيها فهرس أو نوضح فيها عدد من الموضوعات في هذه الحلقات اللي حتبث في الموسم الثاني من برنامج المشوار. لحد ما نلتقيكم في الحلقة الثانية، أستاذة هويدا ودعناكم الله في أمان الله.